بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا ولاد النهاردة هنشتغل مع بعض تمارين كمراجعة عامة على الصف الأول الإعدادي، وبتمنى لكم الاستفادة من الفيديو إن شاء الله رب العالمين. ويلا بينا كده نشوف الدنيا فيها إيه. هنبدأ بتمارين عامة وسؤال أكمل، وهنشوف بيقول لي ايه. اول حاجة بيقول لي 24 س اس 4 ص اس 6 بتساوي 6 س تربيع ص اس 3. او طبعا عشان اشتغل مسألة بالشكل ده يا ولاد، لو تفتكروا كان لازم ان انا اقسم الحد اللي موجود عندي على الحد التاني هنا، وببدأ اشتغلها من منطق اني بقسم العدد على عدد، وبعد كده ان في حالة قسمة الاساسات الواحدة بطرح الاسس. وبالتالي ال24 على 6 هيبقى فيها الاربعة، س اس 4 على س تربيع هيبقى س اس 2، لان طرحت 4 ناقص 2 يا ولاد يبقى س اس 2. وبالتالي ص اس 6 برضو على ص اس 3 يبقى عبارة عن ص اس كام يا ولاد؟ اس 3. برافو عليكم. ويلا نبدأ ونقول المسألة التانية. بيقول لي باقي طرح. تمام -3. انا سامعه ناس كده بتقول لي يا ماس طالما باقي طرح يبقى هنجيب اللي بعد من. تمام كده. وهنقول ناقص التلاتة س. تمام كده. باقي طرح -3 س من 2 س، معناها ان انا هبدأ ب2 س ناقص 3 يعني زائد 3 س، وبالتالي الناتج هيكون معايا كام يا ولاد؟ 5 س. المسألة اللي بعدها بيقول لي اكمل بنفس التسلسل. اكمل بنفس التسلسل. وببدأ أشوف كده وأربط ما بين الأعداد وأشوف هو مشي إزاي أو عمل نمط إيه علشان أعمل زي ما هو عمل. فلاحظنا إن مثلا الواحد عبارة عن واحد زائد الصفر، مثلا الاتنين عبارة عن إنه جمع اتنين عبارة عن إنه جمع واحد وواحد. التلاتة اتنين وواحد. الخمسة تلاتة واتنين. يعني هو بيشتغلها إزاي يا ولاد؟ كل عدد جمع الاتنين اللي قبل منه، وبالتالي لما انا اجي اجيب العدد اللي بعد كده لازم اجمع الخمسة والكام؟ 5 و8. وبالتالي هيكون الناتج معايا كام؟ 13. انا بلاحظ هو ايه التسلسل اللي هو مشي بيه او النمط اللي هو مشي بيه، وببدأ اشتغلها كده. انا لاحظت هنا ان كل عدد جمع الاتنين اللي قبل منه، فبعملها بنفس الشكل. ورقم 4 بيقول لي إذا كان المنوال لمجموعة القيم 7 و5 وألف زائد 5 و5 و7، بس قال لي هو كام يا ولاد؟ قال لي 7. وبالتالي استوجب عليا إن طالما المنوال 7 يبقى القيمة ديت لازم تكون كام يا ولاد؟ لازم تكون 7. وبالتالي لما يكون ألف زائد 2 ب7 يبقى الألف بكام؟ خلاص أصبحت سهلة جدا، ب2. تمام كده. رقم 5 بيقول لي 7 س أس 3 وصاد أس 2 في بيساوي 21 س أس 3 وصاد أس 5. سامعة ناس بتقول لي ده زي الأولى يا مس. تمام، برافو عليكم. وبالتالي أنا بعد ما أقسم 21 على 7 فهالتلات، وس أس 3 على س أس 3 هتروح مع بعضها، وصاد أس 5 على صاد أس 2 يبقى بكام؟ بصاد أس 3. يلا بينا كده. إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو 14. الله الله الله. لما يكون، بص يا أولاد، لما يكون ترتيب الوسيط 14 يبقى في قبل منه كام؟ 13. طب وبعد منه 13، يبقى احسب لي يا حبيبي كده عدد القيم كلها كام؟ برافو عليك، 27. ما هو يا مس 13 و13 26، وهناخد الوسيط نفسه يبقى 27. يلا المسألة اللي بعدها. وحاصل ضرب قوسين في بعض أو مقدارين في بعض. وطبعا هو هنا مدين النقط فين يا ولاد؟ في الحد الأوسط. طب والحد الأوسط مين شاطر يقول لي كنا بنجيبه ازاي؟ تمام، أنا سامعة ولد بيقول لي طرفين في وسطين يا مس. تمام، وبعد كده نجمع. برافو عليكم. يبقى الاتنين س في 5 يبقى 10 س، وسالب 3 س يبقى كام يا ولاد؟ 10 ناقص 3 يبقى يديني الكام يا ولاد؟ يديني التلاتة س. يديني 7 س. 10 ناقص التلاتة 7 س. تمام كده. يلا يا ولاد كده مع بعض. وبيقول لي لو انا عندي ال5 س تربيع زائد 15 س صاد بتساوي 5
س ومديني قوس ونقط نقط. مين شاطر يقول لي هي دي كده بقى؟ انا ايه الفكرة اللي في المسألة؟ الفكرة هنا ايه يا ولاد؟ لو حد شاطر كده يفكرني. يا ماس، ده خد العامل المشترك. برافو، خد العامل المشترك الايه؟ الاعلى، وبالتالي استوجب علي اني اقسم كل حد من حدود المقدار على عامل المشترك، وابدا ادخل عندي هنا. فمثلا الخمسة س اس تربيع هقسمها على الخمسة س، وكذلك الامر بالنسبة لل15 س صاد هقسمها على الخمسة س، وبالتالي هيكون عبارة عن س، وهنا عبارة عن 3 صاد. تمام كده، يلا نبدأ. ورقم 9 بيقول لي العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين نص و5/9. أنا سامعة ولد بيقول لي يا مس شيلي الواو وحطي زائد وقسمي على 2. برافو عليك يا حبيبي، صح. يبقى منتصف المسافة بجمع العددين واقسم على كام يا ولاد؟ واقسم على 2، وبالتالي هيكون الناتج عبارة عن 19/36. طب تعالوا بقى المعكوس الضربي للعدد نص أس صفر. وطبعا نص أس صفر معناها قيمتها بكام يا ولاد؟ أي عدد أس صفر، طبعا ما عدا الصفر مش بنتكلم فيه، لكن العدد أس صفر يبقى هنا قيمته بكام؟ بواحد، والمعكوس الضربي يبقى واحد. طب لو شال المعكوس الضربي يا ولاد وقال لي، يعني مثلا ممكن يجي كده ويشيل المعكوس الضربي ويقول لي لا يا حبيبي، طب هات لي المعكوس الجمعي. برافو عليكوا، صح كده، -1. تمام. طيب بعد كده بيقول لي الحد الجبري 6 س أس 3 ص أس 2 من الدرجة الكام؟ في واحد بيقول ايه احنا كنا بنعمل ايه يا مس في الدرجة؟ اجمع يا حبيبي الأسس، يلا يلا نجمع الأسس. فس أس 3 وص أس 2 يبقى نجمع 3 و2 يبقى من الدرجة الكام يا ولاد؟ من الدرجة الخامسة. إذا كان الخمسة على س زائد 2 عدد نسبي فإن السين لا تساوي. الله، الفكرة هنا مبنية على إيه؟ تعريف العدد النسبي. طب ما احنا كنا بنقول فيه إيه يا ولاد؟ بنقول إن المقام لا يساوي صفر يا ماس. طب لما يكون المقام عندك س زائد 2 يا حبيبي، يبقى المفروض السين دي ما تاخدش قيمة الكام؟ تمام، -2. عشان لو خدت -2 هتبقى 5/0، وفي الحالة ديت لغى انه عدد نسبي، لكن احنا عايزينه عدد نسبي، وبالتالي الشرط اللازم والضروري علشان يكون عدد نسبي ان السين ما تاخدش -2. نشتغل بعد كده المسألة الجميلة ديت اللي بيقول لي هو عايز العدد اللي بيقع في ثلث المسافة. يعني انا بص يا ولاد، وانا في قرايتي للمسألة كده بقول لي عينة ثلث المسافة، يبقى انا في عندي تلت هنا اهو، والعددين كام؟ 8 و12. يبقى بحدد هو مين الصغير ومين الكبير. الصغير 8. طب هو عايزني من جهة العدد الايه؟ الاصغر. تمام، ده كده خلصت. يبقى انا بكتب القانون وببدأ اطبق عليه وخلاص. ايه القانون يا ولاد؟ كان بيقول لي ان لو انا العدد دوت يساوي العدد الاصغر زائد تلت في المسافة. وطبعا المسافة يا ولاد كانت عبارة عن العدد الكبير ناقص العدد الايه؟ الصغير. يبقى انا اكتب القانون الاول وبعد كده ابدأ اعوض فيه. العدد الصغير عندي 8 في تلت في 12 ناقص ال8 ب4، وبالتالي هطلع الناتج بمنتهى السهولة. يلا بينا كده ونكمل مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. وعايز يكلمني عن الوسط الحسابي للقيم. الله، في ولد بيقول لي يا مس نجمع القيم ونقسم على العدد. برافو، نجمع القيم ونقسم على عددهم. انا عندي عدد القيم كام؟ ادي 1 2 3 4 5، والمجموع 25، يبقى 25/5، وده الوسط الايه؟ الحسابي. طب بصوا يا ولاد، لو هو بدل الوسط الحسابي قال لي الوسيط، يبقى نرتب يا مس القيم وناخد القيمة اللي في النص. تمام، برافو عليكم. هنا بيقول لي 3 أعداد نسبية بتقع بين العددين نص وتلت، هما كام؟ الله، أنا عملت حاجة كده، خدتوا بالكم ولا ما خدتوش؟ أنا عملت إيه هنا يا أولاد؟ مين شاطر يقول لي أنا عملت إيه هنا؟ سامع ولد بيقول لي أنا خليت المقام يا مس متساوي، أو وحدتي المقام. برافو عليكم. يبقى أنا أول خطوة لما يجي يطلب مني أعداد نسبية
لازم اوحد المقام. عارفين الخطوة التانية؟ لازم اركز هو طالب مني كام يا ولاد. قال لي كام؟ 3 اعداد، ضيف عليهم واحد واضرب يا حبيبي يلا. 3 يبقى اضرب في 4، يبقى على طول اضرب في 4 بسط ومقام للعددين واشوف الناتج هيكون عندي ايه. اهو 8 على 24 و12 على 24. اخد الايه ال3 اعداد الموجودين، هيكون عندي ال9 وعندي ال10 وعندي ال11. تمام كده. وكل مسألة بعملها كده، أول خطوة أوحد المقامات، وبعد كده أضيف عدد على القيمة اللي مطلوبة مني أو عدد الأعداد اللي مطلوب مني وأطلع الأعداد. هنا بيقول لي إذا كان 2/5 س بتساوي 10، فإن 3/5 س بتساوي كام؟ طبعا المسألة دي في ناس بتبدأ تشتغلها من هنا، أو في ناس بتبدأ من المطلوب. اشتغلها براحتك، المهم ان هي تيجي مظبوطة معاك. ممكن نطلع قيمة السين من هنا ونضرب 3/5 في القيمة اللي احنا طلعناها، وممكن هنا اجي اضرب في 2/2 واخد ال2/5 س ب10 واضربها في ال3/2 اللي باقية، وبالتالي هتساوي الكام؟ ال15. يلا كده مع 17. بيقول لي إذا كان س زائد 4 الكل تربيع بيساوي دي كده فككان قوس ايه يا ولاد؟ تربيع. وفككان القوس التربيع زي ما اتفقت معاك، مربع الأول زائد 2 الأول في التاني زائد مربع التاني. وبالتالي الكاف هنا عبارة عن الحد اللي في النص اللي هو 2 الأول في التاني، وبالتالي هتكون الاتنين في 4 ب8 س. تمام كده. طيب نشتغل. الله، ايه فكرة المسألة ديت رقم 18 دي يا ولاد؟ فكرتها ايه يا ماس؟ هو حول من جمع وطرح لعملية ضرب. واخدين بالكم صح كده ولا انا كلامي ايه؟ ها، حول جمع وطرح لعملية ايه؟ ضرب. وبالتالي فهو اشتغل عامل مشترك اعلى، عامل مشترك اعلى. وبالتالي بشوف انا ايه العامل المشترك ما بين ال3 حدود، وببدأ اقسم المقدار كله على العامل اللي انا هاخده. هنا العامل كام يا ولاد؟ 5 س تربيع هي اللي مشتركة ما بين. في ولد بيقول لي طب وحضرتك عرفتي ازاي مس ان احنا هناخد السين تربيع؟ دايما في الرمز يا ولاد انا باخد باقل اس. انا عندي س اس 4 وعندي س اس 2 وعندي س اس 3، يبقى انا لازم اخد اقل اس كعامل مشترك اعلى. خلي بالكم من الحته دي. وهناخد السين تربيع. والاعداد طبعا عندي ال15 وال5 وال10 العامل المشترك ما بينهم الكام؟ ال5. وبعد كده ببدأ أقسم كل حد من حدود المقدار على 5 س تربيع، وبالتالي هيديني قوس عبارة عن ال3 س تربيع زائد الواحد ناقص 2 س. نيجي كده للمسألة 19. وبيقول لي إذا كان س ناقص 5 س ناقص 7 على ال5 بتساوي صفر. بصوا يا ولاد، أنا عايزة أفهم يعني إيه الجزئية دي. هنا بيقول عدد نسبي يساوي صفر، وبالتالي لما العدد النسبي يساوي صفر يبقى بسطه بكام؟ بس. تمام كده، بسطه بصفر يا مس. خلاص طالما البسط بصفر يبقى لازم يكون السين ناقص 7 بكام؟ بصفر. وبالتالي السين لازم تساوي كام؟ 7. آخر مسألة في أكمل وهي رقم 20. وبيقول لي 3 س تربيع ناقص 18 صاد بتساوي 3، وبرضو على نفس فكرة العامل المشترك، وهو خد ال3 كعامل مشترك، وما اجي اقسم هتبقى لي س تربيع ناقص ال18 على ال6 على ال3 فيها ال6، والصاد زي ما هي س تربيع ناقص 6 صاد. كده احنا حلينا مع بعض 20 مسألة في أكمل متنوعة على المنهج. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه يا ولاد. بيقول لي عايز باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة ما يلي، ومديني المقدار دوت. أولا طالما قال لي يا ولاد باستخدام خاصية التوزيع، يبقى لو سمحت تبعد الآلة الحاسبة خالص عن ايدك. تاني، طالما قال لي باستخدام خاصية التوزيع يبقى لازم نبعد الآلة الحاسبة خالص عن ايدينا ونبدأ نشتغل بخاصية الايه؟ التوزيع. الحاجة التانية ايه اللي متوزع عندي هنا يا ولاد؟ اللي متوزع عندي 2/7، 2/7، 2/7. وقبل ما اسحب ال2/7 الأخيرة دي يا ولاد لازم أضرب في كام؟ في 1 عشان ما انساش ايه اللي هيتبقى. تمام.
وطالما سحبت اللي توزع عندي الاتنين على 7، ابدأ احط اللي بقي معايا في الحد. يعني انا هاخد الاتنين على 7، تمام كده، وبقي لي هنا 2، بقي لي 6 ناقص كام؟ ناقص الواحد، وبالتالي هيكون الناتج المسألة كام؟ 2. اختصر لأبسط صورة المقدار اللي هو مديهولي، ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما س تساوي كام؟ تساوي -1. أنا مطلوب مني حاجتين: اختصر لأبسط صورة وأوجد قيمة. تمام كده، اختصر لأبسط صورة وأوجد قيمة. تمام. اختصر لأبسط صورة، هروح ضربة أنا القوسين في بعض واجمعهم زائد 7، وبعد كده أشيل السين وأعوض عنها بكام يا أولاد؟ ب1، وبالتالي الناتج هيكون عندي الاتنين. المسألة بسيطة وسهلة جدا، بس أهم حاجة إن أنا بقرأ المسألة كويس قوي وأشوف هو عايز مني إيه بالظبط. هنا عايز مني حاجتين: اختصر لأبسط صورة ثم أوجد القيمة العددية، ومديني لما تكون السين بكام؟ ب1. فأنا ضربت القوسين ضرب عادي، الأول في الأول ناقص التاني في التاني، لأن القوسين يا ولاد زي ما انتوا شايفين كده زي بعض بالظبط، بس مختلفين في الإشارة، وبالتالي بضرب الأول في الأول ناقص التاني في التاني، وبجمع لهم ال7 دي، ما انساهاش، اوعى تنساها. وبعد كده أعوض عن السين بالسالب إيه؟ بالسالب 1. ما زيادة كذا عن كذا. الله، احنا كنا خدنا المسألة اللي قبل كده، قلت لكم في مجموعة من الألفاظ كده المفروض تكون انت مدرك معناها. ما زيادة، اطرح من، ينقص عن، الحاجات دي كلها. اولا لما يجي يقول لي ما زيادة، يبقى انا هبدأ بالمقدار الاولاني. يبقى انا هبدأ بمين يا اولاد؟ بالمقدار الاولاني. والمقدار التاني هغير اشارته كلها. يعني انا هنا هيبقى -2 س، -6، -ع. تمام. وابدأ اشتغلها على هذا الاساس. ازاي يعني؟ يعني 7 س ناقص 2 س تديني كام؟ 5 س. طب 5 ص ناقص 6 ص يبقى ناقص ص. الاتنين ملهاش زميل، تتحط زي ما هي 2، والسالب ع تتحط زي ما هي، وبالتالي الناتج هيكون عبارة عن ال5 س ناقص ص زائد 2 ناقص الكام؟ العين. يلا بينا. واخر مسألة عندي: اوجد خارج قسمة ال14 س تربيع ص ناقص 35 س ص تربيع زائد 7 س ص على مين؟ على 7 س ص. وهنا عمل قسمة مقدار على حد، وبالتالي بمسك كل حد من حدود المقدار واقسمهم على الحد اللي موجود عندي. والاسم قلنا اتفقنا العدد على العدد والرمز على الرمز، وبراعي ان في حالة القسمة للأساسات الواحدة بطرح الأسس. وبالتالي ال14 على ال7 هيبقى فيها الاتنين س تربيع على س بس، والصاد هتروح مع الصاد. -35 على 7 يبقى -5، والسين هتروح مع السين وهيتبقى لي صاد. فاهميني ازاي؟ طبعا ال7 س صاد على 7 س صاد فيها الواحد، وهيكون المقدار بتاعي بالشكل دوت. طبعا التمارين سهلة وبسيطة وكلها من كتاب المدرسة. طبعا مع خالص تحياتي ليكم، وبتمنى ان انتوا تستفيدوا من الفيديو. ولو في اي اسئلة، لو في اي درس مش عارفينه، يا ريت تكتبوا له في التعليقات، وان شاء الله رب العالمين نعملها مع بعض. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.